لو ناوي تعمل عمليه زراعه فدي شيك ليست لازم تعملها قبل ما تروح تزرع. اول حاجه ل 90% من الناس اللي عندهم صلع وراثي لازم تكون بتستخدم ادويه قبل ما تقرر انك تعمل عمليه زراعه، لان الادويه او العلاجات بتوقف تقدم الصلع بتاعك، بتقلل هرمون الدي اتش تي، بتساعدك ان انت شعرك ينمو تاني، وبتقلل عدد الجرافس اللي انت هتضطر تاخدها من المنطقه المنحه لان انت اساسا عندك كثافه في الشعر. فانت لو انت ما بتستخدمش ادويه وعندك صلع وراثي ورحت زرعت على طول فانت بتعمل مصيبه كبيره جدا. تاني حاجه ما ينفعش ان انت قبل العمليه على طول باسبوعين ان انت تكون بتدخن او بتاخد مخدرات او بتشرب كحول او اي حاجه بتقلل الدوره الدمويه للمنطقه دي. وقبل ما تعمل عمليه الزراعه ب7 ايام فانت لو انت بتستخدم مينوكسيديل فانت بتوقفه، وبعدين بتستكمل استخدام المينوكسيديل بعد ما يحصل لك الشيدنج الاولاني او السكابز تقع. تالت حاجه لازم تعرف الدكتور بتاعك باي مشكله طبيه عندك والادويه كلها اللي انت بتستخدمها حتى لو كانت بسيطه، ولازم أن تتجنب الادويه اللي بتخلي الدم خفيف زي الاسبرين، وبعض الدكاتره بتطلب تحاليل كامله قبل عمليه الزراعه. رابع حاجه الفتره اللي انت هتعمل فيها عمليه الزراعه اتاكد ان تغذيتك ونومك كويسين جدا او ان انت في صحه كويسه جسديا. هي عمليه مش خطيره، عمليه زراعه الشعر وعمليه بسيطه جدا، بس لازم ان انت تكون مغذي جسمك بالاكل الكويس والراحه عشان يسرع من عمليه الاستشفاء. وقبل عمليه الزراعه دايما اتاكد ان انت شعرك نظيف ومغسول، ولو عندك اي مشكله في فروه راسك حلها قبل ما تعمل عمليه الزراعه سواء قشره او صدفيه او غيره. فقبل وبعد عمليه الزراعه لازم يكون في بروتوكول انت ماشي عليه عشان تعمل احسن نتيجه ممكن توصل لها من عمليه الزراعه دي.